السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض بقى ايه اكلة شعبية جميلة جدا ولذيذة. هنبعد عن اللحوم شوية للغلو بتاعها اليومين دول. انا هعملها برضو بلحمة، بس يعني بحاجات بسيطة. هو ربع كيلو من اللحمة. احنا مش هنحرم نفسنا خالص ولا هنحرم ولادنا. هنحاول نعمل اكل بسيط، وهندخل فيه لحوم، بس ايه يعني حاجات برضو بسيطة تدي طعم كده، ونحس ان احنا برضو بناكل لحمة، مش هنمنعها خالص. معايا كده هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة. معايا كده كيلو من البدنجان. انا جايباه البدنجان اللي هو قدامكم ده طويل، عشان هقطعها بالطول بتبقى ايه احسن. طبعا البدنجان دوت بتجيبيه يكون البدنجانة بتلمع كده وتكون خفيفة. البدنجانة اللي زي كده ما بيكونش مبزرة خالص وتكون حلوة. هنقشره كده بالشكل ده. انا هقشره كده مقلم. لو مش عايزة تقشريه خالص ما تقشرهوش، هو برضو بيبقى حلو. هنقشره وهنقطعه كده حتت بالطول. طبعا قشرته كله، هقطعه قدامكم بالطول كده بالشكل ده. انا عايزه شايفين قلب البدنجان عامل زي السفنجة ومفيهوش اي بذور وابيض وجميل. البدنجانة تنقيها بالمواصفات اللي قلتلك عليها دي. بدنجانة هتطلع معاكي حلوة قوي زي ما انت شايفة كده. هبدأ اقطع البدنجان بتاعي كده بالطول شرايح. شريحة طبعا ما تكونش سميكة قوي ولا رفيعة قوي. شايفين السمك اللي قدامكم ده؟ السمك اللي قدامكم ده حلو قوي. انا هقطع كل البدنجان بتاعي بالطريقة ديت، وهنشوف هنعمل مع بعض ايه تاني. قطعت كل البدنجان اللي معايا كده، ومعايا مصفى حطيت فيها كل الشرايح، ونزلت عليها بمعلقة من الملح واقلبه كويس قوي. اغلفه بالملح كله عشان يصفي ميته اللي فيه. الملح هو اللي بيخليه يصفي المية بتاعته، ولما باجي اقليه ما بيشربش زيت مني كتير، بياخد كمية بسيطة من الزيت. معايا بطاطستين كده متقشرين ومغسولين كويس. هبدأ اقطعهم بقى ايه شرايح متساوية السمك بتاعها، ولا يكون سميك قوي ولا رفيع قوي، بالشكل ده كده. هقطع كل البطاطس بقى واحطها في طبق واركنها على جنب، على ما اقطع باقي الخضار اللي معايا. معايا كده فلفل رومي، اللي حابب يحط فلفل شطة اللي هو الاخضر ده يحط. اللي مش حاببها تبقى حامية وسبايسي يحط فلفل رومي. انا قطعت كده الفلفل الرومي كده شرايح، ومعايا قرنين من الفلفل اللي هو الاخضر هقطعهم برضو معاهم، علشان يدي كده طعم. واحس كده يعني المسقعه لما بتكون فيها نسبة شطة كده بتبقى حلوة قوي. معايا طاسة فيها زيت، نزلت بقى بالبطاطس قليتها قلية خفيفة. وطاسة تانية حاطة فيها كده شوية زيت، ونزلت بالبصل والفلفل الاخضر وشوحتهم مع بعض، والطماطم كمان معاهم مكعبات طماطم كده وشوحتهم. ونزلت باللحمة بقى عليهم واخدتها كده لحد ما استوت معايا. ونزلت بالفلفل والكمون والكمية كده من الطماطم المعصورة، حسب ما انت عايزة، نص كيلو كيلو الا ربع حسب ما انت عايزة. خلصتها بقى كده وحطيتها على النار تتسبك، وغطيتها وبدأت ان انا احمر البدنجان في الزيت بتاع البطاطس. هحمر البدنجان زي ما انتوا شايفينه كده، اللون ده حلو قوي في القلية. انا مش عايزاه ياخد لون غامق، اللون ده فاتح وحلو قوي. حطيتهم كده. طبعا طلعت البدنجان في مصفى وصفى الزيت بتاعه زي ما شفتوا كده. معايا بايركس حطيت فيه كمية كده من اللحمة بالصلصة اللي فيها. فرشتها كده في الأرضية، ونزلت طبعا ايه شريحة شوية بطاطس على شوية بدنجان، وفي الوسط كده لحمة، ومن فوق البدنجان والبطاطس، وفلفل كده الرومي بالشكل ده، وقرنين فلفل كده للتجميل. ودخلتها الفرن تاخد الخضار كله معايا مستوي، هتاخد بس لون من فوق الوش كده زي ما انتوا شايفين. اتمنى لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.